شي مرة سألت أو حسيت إنه وعيك ممكن يفلت من جسمك، أو حتى إنك كنت عم تتفرج على شخص نايم وإنت بكامل قواك العقلية وهالشخص النايم هو أنت؟ مرحبا، معكم آسر، واعتبروا كل معلوماتي مصدر. قبل كل شي أعزائي المشاهدين، حطوا لايك على هذا الفيديو، عم نجيب مئات الآلاف من المشاهدات وعدد اللايك قليل. You are not here to watch. You are here to... تخيل يا عزيزي المشاهد إذا بقول لك أنت قادر تخوض تجربة الإسقاط النجمي. تعالوا لنطرح أسئلة جريئة وما حدا حتى بفكر فيها. أولا، هل يمكن للوعي أن ينفصل عن المادة؟ يعني هل وعيك مستقل عن الدماغ؟ الوعي مش مجرد نشاط كهربائي بالدماغ، بل هو الجوهر الأساسي للوجود نفسه، ولو انفصل هون بيخرج من قيود الجسد المادي وبصير حر التنقل بالأبعاد الكونية. يعني تخيل أنت بكامل وعيك وما عندك جاذبية، قادر تتنقل بالأكوان كلها. والحلو انه بالاسقاط النجمي هذا الشيء لا يعتبر موتا، بصراحة تجربة حلوة. بيصير حالة من التحرر بحيث بيفقد وعيه ارتباطه بالحواس الفيزيائية. ولكن المش حلو يا عزيزي المشاهد هو العودة من الاسقاط النجمي. ابدا مش حلو، لان من الممكن بتجربتك للاسقاط النجمي تتعرض لعوالم وكيانات لا مرئية وغير مرغوب فيها، فهالشي بسبب لك صدمة نفسية وبتصير تفرق بين الخيال والواقع. ما في داعي اوضح شو هن الكيانات اللامرئية، صح؟ في ناس كثير بتكوبس لانه، وفي ناس بتربطوا انه هل الاسقاط النجمي حلم، مجرد حلم واضح، او حالة وعي متقدمة. لا عزيزي المشاهد، صح، الاسقاط النجمي عبارة عن حلم ولكن باربع حواس قادر انك تحس فيهم كلهم الا حاسة وحدة اللي هي اللمس. انت قادر تلمس ولكن مش بشكل متكامل. يعني انت شايف ومدرك وقادر تشم وقادر تسمع وقادر تستوعب وقادر تاخذ وتعطي، ولكن ما فيك تلمس. وبصراحة عن نفسي انا شخصيا اعزائي المشاهدين مجربه بكامل قوائي العقلية، بقول لكم انه مجرب الاسقاط النجمي وهو شيء حلو ومش حلو بصراحة. كما ذكرت لكم انه ممكن تقابلوا كيانات غير مرغوب فيها او اشخاص غير مرغوب فيهم او عوالم بعيدة عن الواقع الحالي اللي نحن بنعيشه. يعني مش قابلتها بصراحة، مثل اللي نظرت الي كنظرة تهديد، انك انت بمنطقتي انه مثل مع ابتسامة هيك، مع نفس هي النظرة اللي نظرت لي. مع قسما بمن احل القسم انه الاسقاط النجمي حقيقي وليس خيال. في فرق بين ما تحكي عنه، في فرق بين ما انك تكون خايض التجربة فيه. وطبعا انا عن نفسي كانسان بيقرا روايات وبيقرا كتب وبيقرا علم كثير وبحب الشغلات الما ورائية، فحبيت اني استغل الفرصة وشوف ما وراء الكواليس اللي بالكون اللي نحن عايشين فيه، الكون المادي. انا باسقاط نجمي صراحة، لانه بتشوف نفسك وانت نايم وقادر تشوف الحواس وتشوف مين معك